بعنا بيعات مرة كويسة وحصلنا منها خير كبير، يعني الحمد لله. يعني فلوسي وقتها ضاعفت مضاعفة، لكني بصراحة تعبت واجتهدت بشكل كبير، وكان نومي قليل جدا، وكنت حتى ما أكل كويس، وكنت ألاحق الدنيا ملاحقة، أجري وراها زي جري الوحوش. فخلاص بصراحة أنا هنا استسلمت، وقفت النطنيطة هذه، مشروع النطنيطة، وجيت لمشروع البامية ذا وأيضا وقفته. مع إني يعني ترى حصلت، يعني زرعت منه مرة ثانية وكذا وحصلت منه خير، وبيع العجول أيضا حصلت منها كذلك خير كبير. فطلع إجمالي حوالي اللي معايا الآن 200 ألف ريال، وأنا تقريبا في ثاني ثانوي ومعايا 200 ألف ريال. عزيزي المتابع، أنت لما كنت ثاني ثانوي كم معك؟ قل لي كم معك؟ طالع فيني، لا تنزل عينك، لا تستحي، طالع فيني قل لي، ترى كلنا نفس الشيء. ولا ريال. ليش فصلت عليكم أنا ما أدري. يقول ما شاء الله تبارك الله كان معايا 200 ألف ريال. فكنت أقول في نفسي يا أخي التجارة سهلة، يعني صابني الغرور شوية، التجارة سهلة وبسيطة يعني، بس تبي لك واحد يحرك مخه شوية. وبالفعل معايا مبلغ وقدره، وخلاص ما عندي لا بامية ولا عجول ولا نطنيطة، وجالس وأدرس في ثاني ثانوي. وكنت وقتها يعني ناوي أركز في الدراسة، لأنه ثانية وثالث أهم السنوات بالنسبة لي. كنت أبى أطلع بمعدل كويس، وما أدري بعد الثانوية وين أروح. صح إني أنا لي فكر تجاري، لكن في نفس الوقت يعني ودي أطلع بشهادة كويسة. ما أدري يعني سبحان الله الدنيا إيش بيصير فيها. وأنا والله أدرس ثاني ثانوي ونجحت، وجيت للثالث ثانوي اللي أنا كنت ناوي أركز فيها وحريص فيها، وما أدري إيش خطر في بالي أحد المعدات الثقيلة. تعرفوا يا جماعة الخير الحفارة ذيك الكبيرة، عرفتوها؟ الغرافة كذا اللي كذا يشيل، عرفتوه؟ أتوقع يسموه البكلين أو حاجة كذا. وأصبحت أروح للأماكن اللي اشتغلوا فيها وأسألهم بكم ومدري كيف وكم يوميته، وسويت دراسة، قاعد أبحث كذا وحصلت إنه يوميتهم تقريبا بحدود 1500 1200، وأقل شيء 1000 ريال. وموضوع بسيط يعني، شغلته بسيطة يعني، ما فيها ذاك التعب الزايد، لا سطحة يا حبيبي تنقلك من مكان لمكان 200 ولا 250، ونقول يصفى علي تقريبا 1000 ريال. وبالفعل دخلت هذه الفكرة في راسي، فقلت ليش ما أشتري بكلين هذا او الجرافة؟ راح اشتريه، معايا فلوس خلاص انا بشتريه. والله فعلا رحت وبحثت يمين يسار ودورت وجيت، واللي هم غاليين جدا. وين السعر مرة ما هو حولي. يوه، واروح ادور لك في المستعملات يمين يسار، احصل هنا اشوف، وتبدأ التنازلات عندي عن الشركات، اشوف لي شركة ارخص، هذه الشركة مرة قوية، الين ما طحت لي على ذيك المعدة، وينقصني ايضا فلوس. ومين يدعمني؟ ابوي الله يجزاه خير ويوفقه. واشتريت